الدقة والروعة والتفاصيل والفن اللي قدامك ده معمولين تقريبا في القرن الأول الميلادي، يعني بقالهم تقريبا 2000 سنة كاملة. اكتشف منها حوالي 900 لوحة متوزعين على جميع متاحف العالم، لوحات مومياوات الفيوم، أو زي ما مشهورين إعلاميا ببورتريهات الفيوم. هي مجموعة من اللوحات الواقعية للشخصيات رسمت على توابيت مومياوات مصرية، كانت طبعا موجودة في كل مصر كلها، ولكن الغالبية وجدوها في الفيوم، عشان كده مشهورة باسم بورتريهات الفيوم. بورتريهات الفيوم بتوصف إنها أقدم لوحات تمثل فن البورتريه في العالم. التعجب هنا مش إن هل في كام حضارة في الفترة الزمنية دي كان يقدروا يعملوا الفن والروعة دي، التعجب هنا كان في واحد في القرن الواحد والعشرين يقدر يعمل الفن والروعة دي، مع مراعاة طبعا إن كل الوسائل حرفيا متاحة، من خامات، لوحات، أدوات رسم، أدوات تلوين، من طبعا التقدم العلمي الكبير اللي العالم كله وصل له في الرسم. دي كانت النقطة الخاصة بجزئية الفن. على الجانب الآخر، اللوحات دي من أهم الإثباتات إن الحضارة المصرية بتاعتنا إحنا، مش بتاعت أي حد تاني، لا أفروسنتريك ولا غيرهم. بدليل اللوحات اللي قدامك دي من 2000 سنة، بذمتك مش بنشوفهم كل يوم في حياتنا اليومية، سواء في الشغل، سواء في المواصلات، سواء في الشارع، سواء جيراننا، سواء إحنا، بذمتك الأشكال دي مش بنشوفها كل يوم؟ تاريخ وحضارة وفن مصر للمصريين فقط، فلو سمحت اعتز بثقافة وحضارة بلدك وساهم بنشرها.